السلام عليكم. فيديو جديد مع اخوك ابو يوسف الاهلاوي. انا حابب قبل ما اتكلم بشكر الناس المحترمه اللي مشتركه معايا في القناه، واتمنى من ربنا المزيد ان شاء الله. ربنا يجازيك كل خير اللي بتدي اللايك لابو يوسف الاهلاوي، ربنا اللي هيجازيك مش انا ان شاء الله بكل خير. الاهلي يا جماعه قلت لكم السنه دي هيبقى سكور على كل الفرق. الاهلي ب 50% من مستواه، والله 50% النهارده وكسبنا 3-0. امال لو بنلعب 100%. اللي انا عايز اتكلم فيه معاكم يا جماعه بالراحه كده، النادي الاهلي بقى فريق كبير، والله العظيم يمين الله فريق تقيل في الملعب. يعني الواحد ما يقلقش على النادي الاهلي، اي حد هيلعب هيأدي اكنه هو اللي بيلعب اساسي، حتى لو لسه نازل او غايب بقاله 5 ماتشات. اللي عامله مارسيل كولر في الفرقه يمين الله حاجه تحترم، حاجه تخلي كل اهلاوي قاعد فخور بفرقته. اي حد بيلعب يا جماعه النهارده. انا عايز اتكلم على التغييرات قبل ما اتكلم على التشكيل، وهتكلم على حسين الشحات، وهتكلم على كل حاجه عايزينها، وهتكلم على عقوبات اتحاد الكوره ضد الزمالك وبيراميدز. بس نتكلم عن نادينا المحترم الاول وبعد كده نفوق لهم. اللي عايز اتكلم فيه اللي النهارده تغييرات النادي الاهلي نازله يا جماعه بتلعب جعانه كوره. عبد القادر شوف نادر يعمل ايه، بحييك قوي اقسم بالله، بحييك يا عبد القادر، عايز منك احسن من كده عشان انت تستاهل تلعب اساسي. وبحيي مجدي قفشه. مجدي قفشه بالنسبه لابو يوسف الاهلاوي متمنى يبقى يلعب ما يطلعش. مجدي قفشه الوحيد اللي بيلعب الفرقه كوره. مجدي بحييك يا مجدي يا قفشه، ان شاء الله هترجع لمستواك واحسن ما تقلقش. وبحيي كريستو، بحيي كريستو الشاب المحترم، الصفقه المحترمه بتاعت النادي الاهلي اللي احنا ان شاء الله مستنيين منه كل خير بدون مقاطعه. صفقه محترمه للنادي الاهلي وهتتفرجوا عليه السنه دي لو خد فرصه، لو خد فرصه ولعب مكانه ان شاء الله. وبلوم على صلاح محسن، الريتم هو انا قلت لك يا صلاح، قلت لك يا بوسي في الاهلاوي من السنه اللي انت مشيت فيها انت رتمك واحد، انت ما بتغيرش من رتمك يا صلاح يا محسن. بتجيلك حاجات سهله تخلص وما بتخلصش ليه ما اعرفش. يا صلاح يا محسن النادي الاهلي السنه دي لو خدت الفرصه وما مسكتش فيها كلبشتها مش هتلاقي نفسك في فرقه ولا حتى في التبديلات. من ابوسي في الاهلاوي والماتشات جايه وهثبت لك اللي انا بتكلم صح. وبامر الله بدون مقاطعه بامر الله اتمنى اللي انت ترجع لمستواك يا صلاح يا محسن وتفيد النادي الاهلي. نفسي في مره احس ان انت بتكسبنا ان شاء الله الماتشات الجايه تاخد وتكسبنا. هرجع بقى لحسين الشحات، هرجع لحسين الشحات واتمنى من كل واحد يدي اللايك والشير عشان صوتنا هيوصل بربنا وانتوا احسن ناس. حسين الشحات يا جماعه في مستوى دلوقتي عالميش والله العظيم. انا ولا عشان جابوا الجونين النهارده ولا عشان اي حاجه، انا بحس ان حسين الشحات بيلعب كوره لنفسه، بيلعب كوره عشان يمتع نفسه قبل ما يمتع اي حد. الكوره في رجله سلسه، الكوره في رجله طق 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 ويجيب جول. ما اعرفش هو هيعمل ايه مع رضا سليم في الملعب. لو الشحات ورضا سليم في قلب الملعب ان شاء الله والاثنين اتوظفوا من مارسيل كولر بامر الله بدون مقاطعه في مكان صح هنبدع السنه دي مع اي فرقه. ومين هيقدر على الاهلي؟ مين من ابو يوسف الاهلاوي. واتمنى من كل واحد يدعم الفرقه. مبروك للاهلي، الاهلي اعتبر اتاهل يا جماعه لدوري مجموعات. الاهلي بامر الله الماتشين خلصوا بعتبر اهو، عايزين الماتش الجاي ندي الفرص للناس اللي ما بتلعبش عشان بامر الله اللي جاي يا ميدو من ابو يوسف الاهلاوي صعب. اللي جاي صعب عليك يا ميدو قوي، كل الاهلاويه ان شاء الله هيردوا عليك بس في الملعب. وفين حته يا ميدو وانت قاعد في السعوديه لابس التلفيع ان شاء الله بدون مقطع. لايكات عشان هتكلم على حاجه، عقوبات اتحاد الكوره ولجنه الانديه ضد الزمالك وبيراميدز. هو فين شيكابالا من العقوبات؟ هو فين اوسوريو من العقوبات؟ ايه ده؟ ده مهزله مش عقوبات. شيكابالا الشتيمه اللي شتمها دي كلها وعمال يعمل لي كده وعمال يسب بالالفاظ ما توقفش ليه؟ عايزين نعرف اتحاد الكوره ليه ما توقفش؟ وسوريو اللي كان رايح يضرب ما توقفش ليه؟ جايبين لي مدحت عبد الهادي موقفينه ماتشين، والراجل بتاع الاحمال دوت اللي اسمه رجب ده رجب مديله 4 ماتشات، والناحيه الثانيه مدرب المساعد مديله 4 ماتشات. ده اللي حصل؟ دي الجنايه اللي الدنيا كلها اتكلمت عليها؟ شيكابالا اللي بهدل الدنيا مع احمد الشناوي هو ده اللي حصل؟ لا ما يرضاش ربنا اللي انتوا بتعملوه. وان شاء الله بدون مقاطعه الاهلي مش هيسيب حقه، نادي الاهلي مش هيسيب حقه. واتمنى من النادي الاهلي اتمنى ما يبصلهمش ولا يحط في دماغه احنا يسيبنا لهم، احنا هنرد بصوت الحق هو اللي هيمشي ان شاء الله في البلد دي. في الكوره انا كلامي كله في الكوره، ما حدش يتكلم كلمه الا في الكوره. النادي الاهلي بدون مقاطعه الايام اللي جايه بامر الله كل واحد
الاهلي هيخلص منه حقه في الكوره. اي حد بقى، اتحاد الكوره، اي حد، لجنه المسابقات، لجنه الانديه، لعيبه، مذيعين، اعلام، صحفيين بيردوا على النادي الاهلي بكل سوء، احنا معاهم. والنادي الاهلي مركز هو لعيبته في الملعب بدون مقاطعه. اتمنى من كل واحد بيشوف ابو يوسف الاهلاوي يدي لايك والشير، ومصمم صوتنا هيوصل بربنا وبيكم واحسن ناس. السلام عليكم.